السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دوجنت. اليوم ان شاء الله جيتكم عود بفيديو ديال الأراضة مغربية بمناسبة العيد، وكتشوفوا هادو مقتطفات من التحضيرات اللي وجدتها في هاد الأراضي. اول حاجة بديت بتحضير اللحم، يعني شرملته درت له العطرية ديالو، والعطرية كما كتشوفوا انا خلطتها في الاول. غادي نحط لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف. من بعد ما شرملت اللحم خليتها باش ترقد، ما تنديروش الزيت يعني في الاول، هذه نصيحه باش اللحم ديالكم تشرب لكم هذيك التوابل. خليتها تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص، ومن بعد خديت طنجره اللي غادي نصب فيها هاد المرق هذا او هاد الطبق. عملت فيها بصله رقيقه جدا، وبديت كنحط هادوك القطع ديال اللحم فوق هذيك البصله اللي عندنا. يعني كنحاول ما نديرش طرف فوق طرف، يعني باش كل طرف يشد البلاصه ديالو باش ياخذ حقه من الطياب على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ودابا خديت واحد نصف كاس، ما كثرتش ليدام، خديت واحد نصف كاس مخلط ما بين الزيت النباتيه والزيت الزيتون، وهذا الزعفران الحر اللي درته في الماء وخليته يترقد، ما غاديش نضيفه دابا. وما تبقى من الشرموله او التتبيله تنشلوها بشويه ديال الماء وتنديرو تنخليوها نرمي. درتها فوق الفاخر، يعني درت الطياب التقليدي باش يطيب على مهل ويطيب على خاطرو وتيجي الطياب ديالو بنين. من بعد ما تقلى لينا شويه في هذاك البصل، دابا عاد غادي نضيف هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران صافي، وما تنضيفش مازال الماء لان اللحم كتطلق الماء ديالها، وتنخليه مره تنقلبو وتنخليه يطيب على خاطرو. دابا غادي ندوز باش نحضر المكونات اللي غادي نحتاج للسلطه ديالي. انا درت سلطه كبيره، يعني هادو الخضر مشكله، يعني فيها الروز خيزو. ومشيت باش نوجد واحد البسبوسه انا ديجا حطاها لكم في القناه، غير هذه درتها بالشكلاط الاختلاف اللي كاين. وهذا درت بلاصه السنجلان العادي درت السنجلان الابيض، وفي بلاصه السيرو سقيتها بالحليب والشكلاط. ودرت لها هذا التزيين، هذا خديت قطع ديال الورق وحطيتهم على هذا الشكل هذا غير كنوع من التزيين. ودرت السكر الثقيل او السكر كلاصي. بالنسبه للبرقوق، اول حاجه ملي كناخذ الماء الغليان، بسم الله، وتنخليه مرقد شويه باش كاع يتحيد منه دوك الاوساخ اللي فيه. ومن بعد غادي نصفيوه. اذا ها هو بعد ما غسلته نقيته مزيان بالماء طيب. دابا غادي ناخذ، ما غاديش ندير له الماء ديال الروبيني، ولكن غادي نديرو المرق اللي نقصت من اللحم واللي غادي يطيب لينا فيه باش كيتشرب لينا داك المذاق كله هو ديال الصوص ديال اللحم. من بعد غادي نضيف السكر اللي غادي يتعسل لينا فيه داك البرقوق. ناخذ تقريبا واحد 2 ديال المعالق كبار. وغادي ناخذ القرفه، قليل من القرفه. صافي دابا غادي نردو فوق النار وغادي نخليه يطيب حتى يتعسل ويتشرب هذاك المرق كله هو. كما كتشوفوا الشكل ديالو من بعد ما كيتعسل وكيشرب هذاك المرق، صدقوني كيجي فيه واحد الطعم مغاير، والطعم اللي هو لذيذ جدا، احسن من اللي كنديرو غير الماء بوحديتو.
كيجي الطعم ديالو مميز بشهادة الجميع اللي تذوقوه، وكيتعلق يعني بواحد الدرجة زوينة بزاف. ونخليكم مع باقي التحضيرات. subscribe جام. اذا بالنسبه للسلطه ان شاء الله غادي نديرها لكم في فيديو مستقل. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتدعمونا باللايكات ديالكم. والسلام عليكم.